الحارس تلمساني جوهرة الخضر الجديدة. بحثت كثيرا ولوقت طويل عن ما يجعلني أقف على إمكانيات سامي تلمساني، ولكي أخذ نظرة شاملة عنه تجعلني أستطيع الكتابة عنه بشكل أفضل، ولكنني لم أجد ما كنت أسعى إليه لأن مشاركاته منعدمة. قمت بعمل تدقيق في مباريات الفئات العمرية لام تشيلسي هذا الموسم، ووجدت بأنه لم يكن يلعب معهم وليس ضمن الخيارات، حيث حضر كاحتياطي مرتين أمام ليستر سيتي في الدوري، وأمام سالزبورغ في الأبطال. وقد وجدت معلومة في موقع البلوز بخصوصه، قيل فيها بأنه في النصف الأول من الموسم الماضي لعب معهم 4 مباريات، ثم تمت إعارته للدرجات الدنيا في النصف الثاني من ذلك الموسم، أين خاض 6 مباريات. تابعته في مباراة واحدة كاملة كانت مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة، والذي واجه إنجلترا، خسر 2-1 في دورة ودية، ولم تكن كافية بالنسبة لي لكي أتحدث عن جوانب أخرى، وأكتفي بذكر الإحصائيات فقط. من خلال مراجعة الأحداث ورأيت بأنه كان حاضرا في إحدى التربصات مع مدربهم السابق فهيد حاليلوزيتش، ندرك بأنهم أقنعوه باللعب معهم بعد أن قدموا له وعودا على جعله مع المنتخب الأول، وهو ما لم يستمر. مثلما قلته سابقا بأن ذهابه لهم ليس خسارة ولا يستحق إحداث ضجة كبيرة، فإنني أقول اليوم بأن قدومه لن يضرنا في شيء، فإذا نجح مستقبلا فسوف نستفيد منه، وإذا لم ينجح فسنذهب الاعتماد على غيره. هو المستفيد الأكبر من قدومه للعب مع الجزائر.